راح الزمان اللي يسمونه زمان الطيبين، يوم الوفاء والصدق مبدأ عندهم مثل الصلاة. كانت مشاعرهم حقيقية وكانوا صادقين، ولا تغير صدقهم في فقر ولا في غنى. على البساطة والقلوب البيض كانوا عايشين، لهمهم هذا عطاه الله ولا ما عطاه. الوعد كلمة والعهد واحد ولا يرجع اثنين، صدق التعامل بينهم كان من أحكام القضاء. الجار أخو الطيب والمعروف حق الأقربين، لهمهم في الرجل كم يملك ولا وش وستاه. الضيف طرق يكرمونه مثل كل المسلمين، يقلط على الموجود ما يفرق فطوره عن غداه. الدين واحد عندهم ما فيه غير الدين دين، مصدرهم القرآن والسنة على هدي الإله. بعد العبادة عندهم يكبر حق الوالدين، عاشوا على مبدأ صعيب الرجل يعصم الرباه. هذاك يوم كنا سوا متآلفين وآمنين، في مجتمع صافي على النية وواضح مبتغاه. وشلون نرجع طيبين ونصير مثل الأولين؟ هذا سؤال يحزن اللي يكتبه واللي قراه. اليوم حنا في زمان الكذب والمتلونين، ولا عاد نعرف وش صواب الرجل منهم من خطاه. صار الوعد كذبه ولا نعرف على وين ومنين، والغش والتزييف صارت من تفاصيل الحياة. والضيف يعزم للمنافق له أمام الحاضرين، ويصورونه لالفاه في الصحيفة والقناة. والجار ما يدري بجاره لو سكن جنبه سنين، ينزل ويرحل لا وصل بيته ولا عنده دعاه. والدين ضايع ما بين الابرال والمتشددين، ضعنا ما بين المذهبية والتساهل والغلاة. ضعنا ما بين العولمة والأخونة والداعشين، كل يقول إنه مع الله والله الهادي هداه. يذبحون اللي في المسجد ركوع ساجدين، ويكفرون اللي يقول الله واحد في علاه. يالله عسانا عقب هذا من زمننا سالمين، يالله سلمنا منه يالله تكافينا بلاه. يالله سلمنا منه يالله تكافينا بلاه.